اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قصة وعبرة، وركز في الكلام. كان في خياط. الخياط ده كان عايز يعلم ابنه نصيحة بس عن طريقته، عايز يقول له حكمة أو نصيحة بس بطريقته عشان هو خياط. المهم جاب قطعة قماش جديدة، وكان عنده مقص غالي قيم، يعني جاب حتة القماش الكبيرة وراح مقطعها قطع صغيرة عشان يصنع منها ثوب جديد. وعند الانتهاء من القص قطعة القماش رمى المقص باستغراب بين رجليه. تعجب ابنه، استغرب ان هو المقص ده ثمين ورماه في الارض كده باستهتار بين رجليه. رايح ابوه خد الابره وبدا يجمع القطع اللي قطعها من القماش بالمقص، وقعد يجمعها بالابره. وبعد ما خيط الثوب بالابره جاب الابره، وكان هو لابس طاقيه او عمه فوق الدماغ كده بتتلبس، راح حاطط الابره رشقها جوه الطاقيه اللي هو لابسها. فراح ابنه استغرب، عايز يعرف هو ليه رمى المقص اللي هو الثمين الغالي، رماه في الارض كده باستهتار، والابره اللي هي تمنها رخيص شايلها فوق دماغه ليه طيب كده. فقال له قال له يا بابا، انت ليه المقص رميته في الارض بين قدميك واحتفظت بالابره، والابره دي رخيصه والمقص غالي وكمان حاططها فوق دماغك؟ قال له يا ابني، المقص هو اللي بيقص قطعه القماش الكبيره. المقص ده لو معانا قطعه قماش كبيره هو اللي بيقصها وبيفرقها وبيجعلها قطع صغيره. يعني المقص هو اللي فرق القطعة القماش الكبيرة دي، قطع حتة بحتة بحتة خلاها قطع صغيرة. إنما الإبرة هي اللي جمعت تلك القطع لتصبح ثوبا جميلا. يعني الإبرة دي لما خيط عمل ثوب جميل. إحنا هنا في ناس في مجتمعنا، في ناس بيجمعوا الشمل وفي ناس تانية بتفرق الشمل. يا رب ما نكونش زي الناس اللي بتفرق شمل الناس، ونكون زي الناس اللي بنجمع شمل الناس. وأتمنى تكونوا فهمتوها، ولايك وشير لو بتحبوا الخير.